بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الافاضل اينما كنتم. مرحبا اهلا وسهلا الى الملعب الاولمبي لويس كامبانيس هنالك في برشلونه مع واحده من المباريات المرتقبه في دوري الابطال لهذا الموسم بين الابطال بين البطلين برشلونه وبايرن ميونخ في الجوله الثالثه من عمر دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم بين مانويل نوير من جهه ورافينيا من جهه اخرى بين إنياكي بينيا حارس مرمى برشلونة في غياب تير شتيغن ومانويل نوير. البايرن اليوم بنوير في حراسات المرمى، جيريرو على الجهة اليمنى، الفونسو ديفيس على الجهة اليسرى، كيم وأوباميكانو في وسط الدفاع، يوشوا كيميش وبالينيا البرتغالي في وسط الميدان، أوليسي في الجهة اليمنى، جنابري على الجهة اليسرى، وتوماس ميلر في الخط الأمامي رفقة هاري كين هداف نادي بايرن ميونخ منذ بداية هذا الموسم ب8 أهداف في الدوري و4 في دوري الابطال. نادي برشلونه اليوم امام عشاقه وعشاق البايرن يلعب بإنياكي بينيا في حراسة المرمى، جيل كوندي على الجهه اليمنى، اليخاندرو بالدي على الجهه اليسرى، إنيغو مارتينيز رفقه باو كوبارسي في وسط الدفاع، بيدري في وسط الميدان مع فيرمين لوبيز ومارك كاسادو، وثلاثي الخط الامامي روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا ولامين يامال. البارسا على يسار الشاشه والبايرن بلباسه الابيض على يمين الشاشه. البايرن الذي صار شبح برشلونه، البايرن الذي صار هاجس لبرشلونه منذ زمان، 6 مباريات اخيره، 6 انتصارات لبايرن ميونخ كلنا يتذكر. رافينيا 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 بابا 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 جول. رافينيا جول الدقيقه الثانيه من انطلاقه المباراه. هرب البرازيلي وانطلق، انفرد امام مانويل نوير وافتتح مجال التسجيل في الدقيقه الثانيه. ليس هناك بدايه اجمل من هذه لبرشلونه وعشاقه. الانفلات والانطلاقه، خطا فادح في دفاع البايرن، وباميكانو وين وكيم مين جاي وين، هرب وانطلق رافينيا في افضل احواله هذا الموسم، انفرد بالحارس وسجل الجول الاول امام فانسون كومباني البلجيكي مدرب البايرن. هاي اللعبه وهاي الكره لم يكن في وضع التسلل اعتقد في المره الاولى والثانيه، وراحت من هنالك للقائد رافينيا الذي يستفيد من خطا مررها جيريرو. خطيره الكره، ميلر والكره في الركنيه الاولى لعناصر البايرن من هنالك على الجهه اليسرى. كين خل كين راح كين جول. ميلر يصعبها، ميلر يصعبها، ميلر يصعبها، لا وجول. ميلر صعبة وكاين وجول. البايرن يفعلها ويعدل النتيجة 1-1. هائلة من هنالك البينيات والتمريرات والخرجات والدخلات واللعبات والتوزيعات والراسيات، وياتي من هنالك هاري كين يحطها بالراس ويسجل 5 أهدافه في دوري الابطال. هذا هو البايرن عندما تغلق عليه او تفتح له من هنالك على الجهه اليمنى، تحركات وكرات بينيه ملعوبه. يا ميلر متسلل كين، متسلل وذاي التسلل من هاري كين وسيرفض الهدف منذ عام 2005. جنابري في شيله جنابري وكوبارسي، رأي التسلل من المدافعين ولاعبي الوسط الذين ياتون من بعيد. حكم يصفر خطا. بري العرضيه وجول. جنابري كين وجول. البايرن يسجل عليك في الليل وفي النهار. تعمل خطة التسلل ولا تلعب بدفاع مسطح، تلعب متقدم أم متأخر، تكون متفوق أو خاسر. البايرن هو البايرن. الخطر يأتي من كل مكان وفي كل زمان. أوليسي جنابري وجنابري لكين. هذه المرة لم يكن الإنجليزي الكرة هذه لكاسادو، يحاول يمر ولكنه يستفيد من خطأ بعد هذا التدخل. إلى الكرة خطيرة ليفاندوفسكي. رايح الفونسو. فيرمين لوبيز، جنابري مازال مخرج بالكرة وفيه خطأ من فيرمين لوبيز. هايلة من هنالك على الجهة اليمنى، أوليسي مش متسلل. ممتازة ليفان يا نوير كوبارسي، فيرمين لوبيز وفيه خطأ لصالحه.
والبطاقة الصفراء الأولى في المباراة بصد هذه الكرة ثم أوي 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 عملوه ساندويتش منه أوي 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 خطأ فادح في دفاع البايرن يفعلها فيرمين لوبيز ويسجلها ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة. يا له من خطأ من دفاع البايرن في هذه اللعبة وهذه الكرة في عمق دفاع البايرن. مرة فيرمين لوبيز ومرر لليفاندوفسكي وجاء الجول الثاني. رافينيا 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 جول بالثلاثة. برشلونة متفوق على البايرن في الثواني الأخيرة من عمر الشوط. يفعلها البرازيلي ويسجل ثاني أهدافه وثالث أهداف برشلونة من كرة واحدة من لعبة واحدة من تمريرة واحدة من هربة واحدة من مراوغة واحدة ومن تسديدة واحدة. مانويل نوير يتلقى ثلاثة أهداف أمام برشلونة في الشوط الأول من عمر المباراة. رافينيا خطير سم ومن هنا لمين جمال خطير سم. ليفاندوفسكي خطير. فيرمين لوبيز يفعل اللازم. هاو رافينيا باليسرى راوغ وباليمنى ضربها وفي الزاوية اليسرى حطها وسجل ثالث أهداف برشلونة. 3-1 للبارسا أمام البايرن. كين والحكم صفر نهاية الشوط المثير والجميل بين البارسا والبايرن. 3-1 لهانس فليك على المدرب فينسان كومباني. أعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. محمد لحظات سيكون لديك الخط تفضل. رافينيا 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 والهاتريك والرابع. لامين جمال لمسة سحرية رائعة من هنالك لرافينيا الذي يجوب شوارع كاتالونيا في الملعب الأولمبي بهكذا شكل. هو يجري والإسبان يجرون وراءه فرحا بهذا الهدف الرابع. البارسا تضرب البايرن بالأربعة. نعم تضرب البايرن وما أدراك بالأربعة. ما حدث لبروسيا دورتموند البارحة في مدريد يكرره البارسا اليوم في برشلونة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الإشعارات ليصلك كل جديد من فيديوهاتنا. تعرض نجم جديد من ريال مدريد للإصابة قبل انطلاق فترة التوقف الدولية الحالية، وكان ريال مدريد أعلن إصابة الثنائي داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور، كما أعلن كل من المنتخب الإسباني والمنتخب البرازيلي غيابهما عن معسكر أكتوبر تشرين الأول. وقال فابريزيو رومانو الصحفي المختص في شبكة سكاي سبورتس إن البرازيلي الآخر إيدر ميليتاو سيغيب عن منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولية الحالية. وكتب رومانو عبر حسابه على منصة إكس: بعد فينيسيوس جونيور لن يكون ميليتاو متاحا أيضا للبرازيل في المباريات المقبلة بسبب إصابة بسيطة. وأضاف رومانو: تم استدعاء فابريزيو برونو ليحل محل ميليتاو. وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان أن فينيسيوس سيغيب عن مباراتي تشيلي وبيرو بسبب الإصابة. واضطر مدرب منتخب البرازيل لاستدعاء لوكاس بيرالدو لاعب باريس سان جيرمان وويفرتون لاعب بالميراس وأليكس تيلس لاعب بوتافوجو بدلا من بريمر لاعب يوفنتوس وأليسون لاعب ليفربول وجويل هيرمي أرانا لاعب أتلتيكو مينيرو. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الإشعارات ليصلك كل جديد من فيديوهاتنا.